بعت بارات انا كاتبها ل 20 رابر وصانع محتوى عن الراب على الانستجرام، وده كان رايهم. يا رب يردوا. بس البارات هي بتحكم فيكم من غير زراير، خليكوا رجاله بلاش ضراير، فتوه عليكوا هاتوا الضرايب، ما تعملش عارفني ماليش قرايب. السين ده ملكي مسجله باسمي، بفليكس بالنايكي والفندي، كله عارفني مقدر قيمتي، ماشي بمزاجي وبطريقتي، اخباركوا عندي والمصدر رسمي، مش بتتقلي بجيب بنفسي، انا اللي ببدي انا اللي هنهي، سابقكوا دايما وانا مهدي. اول حد هنبعت له هو مروان بابلو. تاني حد ويجز. خش مثلا على المون، نبعت لأبي يوسف، يا رب يكون فاتح البرايفت بس. طب بما ان احنا دخلنا على ابي يوسف يبقى نبعت للمكسيك كلها. ابو الانوار نبعت لسانتا، نبعت لليل بابا ماشي. ارسنك مثلا نبعت لزياد زازا، نبعت للوجان. لوجان رابر قوي عامة، استنوا الجديد منه. نبعت لعمر سليمان، نبعت لزيدان كيكس، نبعت لبجد. تعال نبعت لصناع المحتوى. احمد شيك. خش على ايهاب طيب، اوسكار قصدي، مؤذي. نبعت لكريم. تعالوا باتيستوتا. شاهين، ايه رايكم؟ شاهين لورد سمير ما اعتقدش ان الناس دي كلها هترد، بس احنا بنجرب يعني. نستنى مثلا 24 ساعة لحد ما في ناس ترد، وبعد كده نرجع لكم تاني. عامة انا ما كنتش متوقع ان الناس دي كلها ترد. اول واحد رد بقى انا ما كنتش متوقعها خالص، هو الموند كتب لي طب بتندم ده ليه بقى يا صاحبي؟ عجباني جامده واداني 100. فالصراحه مبسوط ان هي عجبت الموند بصراحه. تاني حد رد عليا هو ابو الانوار واداني نصايح بجد. ازيك يا جوزيف، عامل ايه؟ بص، الصراحة هي بارات حلوة، ما تقدرش يعني ما ينفعش تقول عليهم بارات مش حلوة، بس هما تايب بارز أوي. اللي هو بارات بيزك، اي حد من الرابرز يكتبها هتليق عليه، هو قصده كده. وهو بيقول لي يعني خلي عندك شخصيه في كتابتك اكتر. تقييمها كليركس كتكنيكال وايز، يعني هي مكتوبة حلو، فاهم؟ ما تقدرش تقول هي مش مكتوبة حلو. بيقول لي انت كاتب بارات فنيا كويسه. فدي نصيحه للرابرز الجداد، خلي عندك شخصيه في كتابتك، حاجات من حياتك تكون لايقه عليك، مش طيب بس ان انا جامد وانتوا وحشين وانا بعمل كذا وانتوا ما بتعملوش كذا. اي حد بيكتب الحاجات دي. فهم مكتوبين حلو، لا غبار على ان هم مكتوبين كويس. بس الحمد لله مبسوط ان انا عرفت اكتب بار اصلا. يعني انا ما بعرفش اكتب يا جدعان، ومش بقول على نفسي رابر، انا بجرب حاجه جديده عشان ادي نصايح للرابرز الجداد فقط لا غير. ولا حتى اللي قبليها سيت اب ليها، فاهم حاجة؟ يعني كله عارفني مقدر قيمتي، بعدين ماشيين بمزاجي وبطريقتي. يعني الاولانيه مش سيت اب لدي يعني ولا دي سيت اب لبعض. قصده ايه بالسيت اب؟ قصده ان انت تكتب بار والبار اللي تحتيه يرمي على البار اللي قبليه، زي الاخير اللي انا كاتبه. اخباركم عندي والمصدر رسمي، مش بتتقلي بجيب بنفسي، مش بتتقلي ايه الاخبار بتاعتي. بس هي دي الفكره، ان انت تكتب بار والبار اللي بعديه يقول حاجه على البار اللي قبليه، فاهم؟ يعني اول بار بيسيت اب لتاني بار، اللي هو مش بتتقلي بجيب لنفسي اللي هي اخباركم، فمنطقي ان حتى لو الرايمز ضعيفه بالظبط بس كده. انت شكرا ميمو، بصراحة مبسوط جدا ان هو رد وادانا نصايح بجد تنفع الرابرز. تالت حد رد هو شهاب، بعتله على تيك توك قال لي جامد وودي، فانا مبسوط برضو ان هي عجبت شهاب السيد. تاني حد ادانا نصايح هو احمد شيكو. زي الفل. بص، البنى اللي في الاول، البيلد اب بتاعك اللي في الاول ده تمام، زراير وضراير وضرايب وقرايب، بس انت استخدمته بقى بعد كده، فاهم، في بقيه الاربعات. يعني الاربعات كلهم مكتوبين بنفس الطريقه، طبعا انت عارف يعني انت كده كده بتعمل كونتنت، ففاهم ده هيوصلك لحته انك هتقول بنفس الفلو. هو قصده ان القوافي شبه بعض، فدي هتخليني اقول بنفس الفلو، بس دي يعتبر عادي ممكن تتحل عادي، اقدر اغير الفلو فيها، سهله بالنسبه لي يعني. اهي بتحكم فيكم من غير زراير، السين ده ملكي مسجله باسمي، ده مش نفس الفلو عادي. اخباركم عندي المصدر رسمي، ده فلو تالت عادي جدا. بس طبعا شكرا احمد شيكو على النصايح دي، مبسوط جدا ان هو رد. تالت حد ادانا النصايح هو سيف كيكس. يعني هي بارات روشة يا اسطى، بس مش عارف، مش حاسسها، فاهم؟ او كده بمنتهى الصراحة، يعني مش حاسسها جامدة، فاهم؟ عشان فكرة نايكي وفيندي والسين ده ملكي ومسجله باسمه. بحب الراجل ده قوي يا جدعان بامانه. نفسي يعتبر اللي قاله ابو الانوار ان ماليش شخصيه قوي في كتابتي غير في اخر براد. ومعانا يوكي برضو رد قال جامد فشخ، جامد فشخ يا اسطى بامانه، سكيلز جامده. قال لي كل واحد ينفع يبقى رابر طالما عنده حاجه يحكيها ومشاعر يوصفها، ودي اهم حاجه في الراب يا جدعان. انت عايز توصل رسالتك للناس، مش عايز فلوس. انت مش عايز تبدا راب عشان الفلوس، انت عايز توصل حاجه للناس، فاهم؟ دي اهم حاجه. عندنا لورد برضو ما كانش فاهم الفكره، فانا فهمته. قال لي سيئه بصراحه، مفيش شكل واضح ولا بارات متعوب عليها من حيث التوبيك او السكيلز حتى. رايك يحترم طبعا وشكرا جدا. عندنا برضو زاير رد قال لي بكل صراحه كبدايه كتابه مش وحش، انت فاهم القصه وسميها تقيل.
اخويا. حاول تقرا اكتر، وحاول الفتره اللي بتعمل فيها الكتابه ما تسمعش تراكات من السين بتاعنا، عشان تعرف تعمل معجم خاص بيك، يعني كلمات بتاعتك انت، وتوصل لكلمات محدش يستعملها غيرك. واسمع وما تتأثرش، يعني تفصل تماما، ما تحاولش تكتب كده او كده. اول نصيحة قالها زاين ان انت ما تسمعش تراكات قبل ما تكتب، لان كتابتك هتبقى زي اللي انت سمعته. تاني حاجة كلمات خاصة بيا، الكلمات اللي انت بتستعملها في حياتك حاول تحطها في الكتابة عشان دي هتميزك اكتر. بس شكرا زاين. طبعا مؤذي برضو رد، قال لي ما كانش فاهم، برضو انا شرحت له قال لي سيئة. شكرا يا مؤذي. كيمو برضو رد. بس لسه هو في كذا تعديل اللي اتعملوا هيبقوا جامدين، خدت بالي منهم دلوقتي. اول حاجه اللي هي ما فيش قرايب، ما تعملش عارفني ماليش قرايب، فاهم. تاني واحده سين ده ممكن مسجله باسمي، فليكس بالنايكي وساعات بالفندي، دي هتبقى اشيك واحسن عشان ايه دي كبيره فوراه كبير. شكرا كريم. تعديلات لطيفه فعلا. حوار بفليكس بالنايكي وساعات بالفندي ممكن يطول البار، هيبقى لاقي على اللي قبليه. احمد سمير برضو رد، قال جامد فشخ بجد. شكرا احمد سمير. عمر سليمان رد برضو، بيقول لي ايوه يا ويجز، بيهزر. بيقول لي بص بصراحه مش عارف اعتمد قوي على الكلام، لازم تسمعني المزيكا اللي هتنزل عليها وفلوهاتك. دي حقيقه. لوجان برضو رد علينا وكاتب طن ايقوني هنا للباشا، جامد قوي يا جو، عاش فشخ اخويا لوجان. بجد استنوا الحاجات من لوجان، بجد رابر قوي جدا جدا. محمد ايهاب برضو رد عليا، في عدم توازن يا اسطى، يعني في بارات حلوه وفي بارات وحشه قوي، في بارات حلوه قوي في بارات فكت. اخويا محمد ايهاب تقريبا لسه صاحي، فصباح الخير يا محمد ايهاب. وبس كده، اتمنى تكون الفكره وصلت للناس ان انا بكلم الرابرز عشان تديكوا انتوا نصايح مش انا، لاني مش عايز ابقى رابر، انا مبسوط باللي انا فيه حاليا. وبس كده، اكتب لي رايك تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف كل الجديد. وبس كده، السلام.